هلا منجي لأهم مسلسل كوميدي بتاريخ الدراما السورية، مسلسل جنان نسوان. هذا المسلسل هو تأليف فادي غازي وإخراج فادي غازي. قبل كل شيء خلينا نشوف سكتش تعريفي عن المخرج فادي غازي. مرحبا عمو. اهلين اهلين عمو. عندك نص كيلو فول؟ عنا نص كيلو فول. قد ايه حقه؟ حقه 30. اعطيني نص كيلو فول. شرف. قد ايه حقه؟ 30. هي 10. والله يعطيك ولكل هي 30. مثل ما شفنا هو بفترة من الفترات كان يعمل سكتشات نكت بايخة، وبالتالي أي مسلسل من مسلسلاته حيكون فيه نكت بايخة بتمغص البطن وبتعمل أزمة جديدة من أزمات الشعب السوري الحبيب. أستاذ أنت إذا دققت بالمقالة أستاذ سالم رح تكتشف إني أنا مع حقوق المرأة إذا كانت ذكرا أو أنثى. نعم أكيد. كلياتنا بنعرف ما في حدا بالكون ما بيعرف إنه هي الجملة درجت على لسان معمر القذافي بفترة من الفترات. يعني بحياة دينك، يعني بلاها السرقة من الفيسبوك ومن الجوجل، اخترع نكتة يا أخي ما شاء الله عليك، يعني إلك باع بالنكت البايخة. داقت عينك على نكتة معمر القذافي؟ معقول أنت يا رجل؟ كتر ما بتنق مرتي سميتها على موبايلي نقاقة. تركني لا تذكرني. بشو بدي ذكرها؟ أنا مسميها على موبايلي صرعة 2. فمرة كنت بالحمام عم أتحمم وهي بدها موبايلي، صارت تدور عليه ما لقيته، قامت دقت على موبايلي ولما لقيته طلعت على اسمها قام لقيت مكتوب صرعة 2. وليه؟ شو عملت؟ ما عملت شيء، قامت الدنيا وقعدتها بدها تعرف مين صرعة 1. حدث الانفجار. كمان هي النكتة قديمة وطالعة ريحتها وسمك الغبرة عليها مليون وبتلعي المنافس. خلينا هلا نشوف نحن بسوريا كيف كجيران نتعامل مع بعض، كيف إذا سمعنا واحد هو ومرته عم بيتناقشوا كيف نتدخل. ايش عم بدك تحكي معها؟ تقعد معها وبتحكي معها، انت فاهم؟ عندي روقي، هدي مشانك بوس راسي. ايوه شوفي جار، شوفي صوتكم وصل عنا. والله يا جار عم أدب مرتي، حدا له عندي شيء؟ اخي انا ما دخلني، بس لا تهز بدنك جار، النسوان ما بتأدب هيك، هدول ما بينضربوا، الضرب للبهايم، أدب النسوان بالنسوان. شلون يعني النسوان بالنسوان؟ حب عليها، ما ضروري تعمل فيها هيك. قدم حبيبي قدم. فتح الباب الكومبرس وحيصير بنص البيت وحيسلخوا قتله كرمال مرته، واخر شي سلخوا نكته بايخه. عادي معلش، كمل. يلا بصل يلا. خلص ولا حب. عفوا اخي عفوا، الله يعطيك العافيه. الكاميرا الخفيه ارجوك ما تاخذنا الا باي الكاميرا الا باي. يعطيك العافيه. يلا. ليش هيك عملت؟ ليش تخلينا نشوف المقطع؟ مو حرام عليك؟ نحن شو دخلنا تخلينا نشوف هيك تفاهة يا زلمه؟ ارحمنا. على مدى 3 حلقات تولاي هارون عم تسأل جوزها يلي هو بيكون اندريس كاف، جبت مصاري من اختك؟ بنتك بدها مصاري؟ جبت مصاري بنتك؟ طب وين البنت؟ البنت وينها؟ خلونا نشوفها يا اخي، فضلوا علينا، خلينا نشوف الشخصية المميزة، خلينا نشوف مارلين مونرو تبعكم. لك كسير عين ابليس يا اخي، طلع هيك مشهد هي نايمة، هي وبتواليت، هي وبالمطبخ، يعني مخرجنا حبيبنا انت بصير هيك؟ انت بنتك وينها؟ بنتي راحت عند رفقاتها، شوي تعالك ترجع. لكان راحت عند رفقاتها، ما بتعرفي انه عندها دراسة، انت ام بنتي؟ بلي شاي. صحة وهنا. علاء يا عيوني. لا تنسى تمر لعند اختك وتجيب لنا شوية مصاري. ايه فهمت. ليش عصبت؟ ما عصبت، بنتك وينها بنتك؟ نايمة لهلا. هلا حنشوف سوا كيف مخرجنا العظيم تحايل على مشهد البوسة بالدراما السورية وما عرضه، اجا من غير باب. طبعا البوسة بالدراما السورية ممنوعة،
اما اثنين ممثلين يكونوا نايمين بالتخت مع بعض بوضعيه ساخنه وحميميه معلش، او وضعيه الانتهاء من المعركه كمان معلش، هي معلش هي. بس اما بوسه ممنوعه. حبيبي يا سلام شو طالعه من دمك حلوه، قديش صار لي ما سمعت هالكلمه؟ ايه من يوم ورايح كل يوم رح تسمعها. فريان انا عن جد بحبك، اعطيني بو شو هاد دارس فيزياء انت؟ شو هالحركه الفيزيائيه يلي ابتكرتها؟ اجا ليبوسها عطس رجعت راسها نطحته سلت بارضه، ولك كنت خليه بوسها يا اخي، لك كنت خليه بوسها لتولاي، كنت خليه بوسها ولا يطلع معك هذا المشهد. حرام عليك حرام عليك اللي عم تعمله. هلا حنشوف في كومبارس مسكينه معاملتها معلقه، صار لها شي يومين ثلاثه رايحه جايه بهالدائره الحكوميه وما كان حدا يعرف يمشي لها معاملتها. ايه اخي هذا الكلام وين بك؟ الله معك، مع السلامة. لك أهلين يا عمري، أهلين يا روحي، طمنيني عنك. لسه فينكم تستخدموها لهالكومبارس 30 حلقة، رايحة جاية ومعاملتها ما كانت تخلص، انه يا زلمة معباية الدنيا عالم، داقت عينك على هي المخلوقة تخليها تطلع حلقتين؟ معقول ما حدا يا اخي مشى معاملتها؟ معقولة ما حدا شاف شو قصتها لهالمخلوقة هي بهالدائرة الحكومية؟ ليش هيك عم تعمل؟ ليش؟ بنيجي هلا لبرامج رمضان التلفزيونية، هدول الجماعة كانوا قاعدين ما عندهم لا شغلة ولا مشغلة، قالوا لحالهم جاي الدنيا على رمضان، بدنا نشتغل، بدنا نسترزق، يعني شو بدنا نعمل؟ حملوا هالكاميرات وحملوا هالمذيعة ونزلوا على الشارع يعملوا برنامج. خلينا نشوف. واحد شو بيتعلم من شهر رمضان؟ برأيك شو فوائد الصيام؟ برأيك شو فوائد شهر رمضان او شو فوائد الصيام؟ شو فوائد الصيام؟ شو عم بتسمعي له درس الصيام للمواطن؟ رمضان كريم. عايد عليكم. كيف ملاقي اجواء رمضان هالسنه؟ الحمد لله كله بخير. بالعاده كيف بتقضي يومك بشهر رمضان؟ نفس السؤال الغبي، ما عندها غيره، نفس هذا السؤال الغبي، تسميع درس الصيام للمواطن. انت شو لابسه؟ شو هذه اللي لابستي؟ وين رايحه بعد اللقاء؟ يلا لشوف، اعترفي مثل الشاطره، وين رايحه بعد اللقاء؟ شو عندك بعد اللقاء؟ وين؟ فرحينا معك، وين رايحه؟ يعني اول شغله العرقسوس بيحتوي على فيتامينات ومعادن بترمم الكبد، بيحتوي على املاح الكالسيوم والبوتاسيوم وهرمونات جنسيه وصبغيات، وبيحرض الغده الكظريه بترتكز فوق الكليه لانه تفرز ماده تعادل الهيدروكورتيزون الطبيعي، منشط عام للجسم وبيمنع العطش، وحتى الحرقه اللي بتصيب الصايم بعد اكله بندوره او كذا بتلاقي سبحان الله هو بيطفيها طفي للحرقه. وعندك التمر هندي معقم لجهاز الهضم ومنشط للدوره الدمويه. بحياة ضميرك فهمتي شو حكى؟ هي المعادلة العلمية اللي اعطاك اياها دخلت بدماغك؟ لا والله اكيد ما دخلت، اصلا من ابتسامتك واضح انها ما دخلت بدماغك. اهلا وسهلا فيك، دوما تتسوقي من مقاسيون. شو قلتي؟ فيك دوما تتسوقي من مقاسيون. لك شو؟ عيدي شو قلتي؟ ما فهمت عليكي. فيك دوما تتسوقي من مقاسيون. دوما، قصدك دايما. بدك تحكي انت بالعامية والفصحى مع بعض، طلعت معك هالتركيبة هي. انت دائما هيك ولا بس برمضان؟ دوما هيك برمضان انت ولا كيف؟ الهدف تقديم شو هالقطعة هي؟ مخرجنا العظيم ما قالوا لك انه في شيء بتتقبله العين، ما قالوا لك في شيء بتتقبله الاذن، وفي شيء ما بتتقبله بالمرة؟ ما حسيت حالك انت وعم تشوف هالقطعة هي الفجائية تبع المذيعة ولا هالموسيقى هي تبع النينجا والمعارك؟ ما حسيت حالك انه في شيء المنطق ما بيقبله؟ حين فيها عزيزتي حبيبتي انت، عزيزتي حبيبتي انت. لا لحظة، بدك تعتمدي عزيزتي ولا حبيبتي؟ بدي اعرف مشاعرك، معزة ولا محبة؟ سؤالي لإلي هو فيني شو؟ رجعي عيدي. سؤالي لإلي هو
سؤالي إلي؟ هيك بتحكي مع المستضيفة مع المواطنة؟ سؤالي إلي؟ سؤالي للتلفزيون، سؤالك إلك، لمين السؤال؟ بدي أعرف السؤال لمين؟ السؤال وين؟ وين السؤال؟ لمين السؤال؟ بتسألها عن مسلسل ظروف غامضة، بتجاوب المرأة يمكن نجاح سفكوني، فجأة بيطلع صوت السيف وبيطلع صوت النينجا، والأستاذ نجاح سفكوني بينشالوا عيونه من محله وبيصفى بلا عيون. مسلسل ظروف غامضة من المسلسلات اللي كتير تابعت على شاشاتنا وخاصة بشهر رمضان. فيك تذكري لي 3 أبطال من هذا العمل مهمين؟ نجاح سفكوني كان معنا، ما إله عيون، هو ما له عيون، له عيون بس ما بيشوف. ممثلة سورية قدمت الكثير من الأعمال. الكثير ولا الكثير؟ يا إعلامية يا شاطرة أنت يا بتاع اللثويات. يلا مرة واحدة ما في مشكلة، يعني جل من لا يخطئ. كملي حقك علي، أنا آسف، كملي. ميزت واشتهرت بالكثير من الأدوار. رجعت عادتها مرة تانية وقالت كثيرا. يلا معلش مرتين، معلش ما فيها شيء، بتتعلمي فينا وبتتدربي فينا، بس المرة الجاي إذا خربطتي بدنا نزعل من بعض وبده يصير بلا. كملي تفضل. وعندك 3 خيارات، هل هي سلاس طلعي لبرا فورا، طلعي لبرا، لا تورجيني وشك على الشاشة بنوب. اللثويات يا ماما، اللثويات يلي هي القاعدة رقم 1 بأي تدريب صحفي وإعلامي، هي ما عندك ياها. يعطيك العافية. عافية قلبك يا رب. جاي تعمل هون؟ والله جاي اشتري بقر وجمال. يلعن عرض السؤال تبعك، شو جاي تعمل هون؟ والله جاي مثل ما قلت لك، جاي اشتري كم بقرة وكم جمل. خلينا نشوف كيف لاقت عائلة بهالمول وبدها تفتح معهم حديث وتسألوا الأسئلة. خلينا نشوف الإبداع تبعها كيف. شوف مين ممكن يربح معنا. انتوا هربتوا من شوي، انا جاي عندكم. مرحبا. يعطيك العافيه. عافية قلبك يا رب. جاي تعمل هون؟ جاي اتوضع للمول يعني رمضان مبارك. ليش هربت انت ومدامتك اللي معك؟ لا ما هربنا. صاحبته ما لا مدامته، صاحبته وعم بيمشي هو وياها بالمول وجايب منها ولد، جايب من صاحبته ولد. لا تخاف. لا عافية. مدامته انت حضرتك، يعطيك العافيه. الله يعافيكي. من شوي شفتكم هيك لحقتكم انتم فتلتوا من هون، تلاقيت لكم انا من هون. شو ما جاي على بالكم تربحوا معنا؟ شغلات كثير. شو جاي تعملي هون؟ شو اكثر شيء لا رجعت سألتها شو جاي تعملي هون. لا ما عاد فيني اتحملك بنوب. ضغطي ارحمونا يا جماعة، مو بس انتي ارحمينا، كلكم ارحمونا. نحن شعب مسكين، شعب درويش، الله يرضى عليكم. على فكرة أنا وعم تابع هالمسلسلات وعم تابع هالبرامج وقفت نص الشغل. إذا بدي أقول كل شيء طلع معي يمكن لبعد بكرة أنا ما بخلص. شكرا لمتابعتكم، وشكرا لأنكم استحملتونا، وشكرا لأنكم أعطيتونا وقتكم. إن شاء الله صيام مقبول، تبقوا بألف خير. باي. عزيزي الصوت شو هالمخرج اللي طلع؟ عزيزي المخرج شو هالصوت اللي طلع؟ طيب ماشي.